طالع صاحبنا فوق العلية وجلس تيودن، وهو تيودن تقع عينه على امرأة نصرانية، لعلهم كانوا في حدود أرض الروم، على امرأة نصرانية أو امرأة عايشة مع بواها ولا شي حاجة من أهل الذمة. طاحت على عين امرأة نصرانية كاشفة ما على بالهاش، ليمونة مقشرة مبوقصة، ضرب ما وقفات لي الماغما ديال قلبو. هبط صاحبنا ما عاد للأذان في الصلاة التي تليها. هذا راه مؤذن اشرفه، هذا راه ماشي عامي بحالي، هذا مؤذن. ومشات يدق الباب، والو شنو بغيتي؟ والو شتك بغيتك؟ لا واش شتيني بغيتيني؟ ما لا افتحوا لك، اما انا نتزوج بك، قد احل الله الكتابية للمسلم. لا والو، تيجي با وبا غالبا ما يبغيش. لا والو، كيفاش ندير سميتو؟ قالت لي الا بغيتي تتنصر وديك الساعه نتزوجوا. قال لا اتنصر، تخيل بأمر قد لا يستوعبه العقل. يقول انا كفر ما عنديش اشكال، نتزوج. يعني هذه النظرة فين طاحت؟ هذه النظرة حتى تحرك ماشي غير الجوارح، لتحرك العقل راه كاين اللي بالنسبة لنا هذاك تجيب بحال نكته هذاك العام ديال ويلا صاحبي هذا عمره ما شاف عيال. لا، سل الله العافية، سل الله العافية. والله العظيم إلا شفناهم في الأيام ديالنا ديال الثانوي، إلا شفناهم كانوا كيحركونا ويخرجونا ونمشيو والشالات مع مسجد فلسطين والأيام الفلسطينية والأيام الدعوية والأيام القرآنية، ما دارش عليه عام مكرط وطانقة وصار ينشر الإلحاد. لا تستغرب، سل الله العافية. اللي جرك حبيبي من دائرة المعصية وحطك في دائرة الطاعة قادر على أن يخلي بينك وبين طريق العودة. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. فقال لها نكفر ما كاينش إشكال. فكتقول لي لا سميتو باش غنثيق بك، لحت لي طرف ديال لحم الخنزير كلاه. قال لها باش نثبت لك. قالت لي مدات لي القرعه من الفوق، شرب البيخو. فقالت لي سميتو، قال لا لا، قالت لي فقط تريد ذلك لتراودني. وزادت الثانيه والثالثه والرابعه السيد حتى فسكر حتى ثمل. قالت لي واخا هكذاك ما نحلش لك الباب، ولا دخلتي وتهجمتي عليا ولا كذا وانت دابا سكران ما نقدرش ندير فيك الثقه. قال لها نتسنى. قالت لي تسناني فوق، طلع فوق واحد السور جالس كيتسنى. فلعبت الخمره براسه فما استطاع ان يثبت توازنه فسقط فدقت عنقه فمات. جراته صاحبتنا الدار، شوها يجيو لقاو واحد جنازه قدام الدار، جراته لداخل، جاب بها في النيل. قالت لها سميتو؟ قالت لي هل طرا. قال لها ما يمكنش. قال لها ولا مصيبه، قال لها المسلمين يرزقوا للصفوف فينا، يقول لك انت اللي قتلتي ولا شي حاجه. فلفوه في بساط زربيه، ثم انتظروا حتى اسدل الليل ستوره، ثم القوه في مزبله المدينه، فعثر عليه ثامنا سكرانا ميتا مدقوقه عنقه وقد كفر، وبيتا ملقا به في مزبله المدينه. هذا شرفه ربه عز وجل واعطاه النور، وكان يصعد لينادي في الناس حي على الفلاح. انظر الى خاتمته. السبب فين؟ ما بقاتش في اننا ما وجهناش النور للطريق اللي احنا غاديين فيها، نسينا ان نوجه النور الى داخل قلوبنا لنكشف ما بها من خلل.